علاش كنخافوا من الموت؟ كنا عايشين في هاد الدنيا وكنعرفوا بأن الموت كيسبق لينا الجميع، ولكن فاش تكون مسلم كيبان لينا الموت بحال مرحلة جديدة، بحال باب اللي كيأديك لعالم أكبر وأفضل. الإسلام كعلمنا أننا ما خصناش نخافوا من الموت، بالعكس خصنا نعيشوا حياتنا بإيمان بأن اللي كاين بعد الموت خير وأحسن. ولكن علاش بزاف ديال الناس كيعيشوا من الخوف؟ كيفاش يقدر الإسلام يساعدنا باش نتحروا من هذا الخوف ونعرفوا أن الموت هو الانتقال لحياة خالدة ومليئة بالخير؟ إذا وصلت هنا ولا تنساش متابعة ولايك وبارطاج باش نطور المحتوى. الخوف من الموت غالبا كيجي من عدم فهم أو الجهل بالحقيقة ديال الموت. في الإسلام القرآن والسنة علمونا أن الموت ماشي نهاية، ولكن بداية الحياة جديدة عند الله سبحانه وتعالى. الموت هو مجرد مرحلة اللي كتديك من الدنيا فانية لعالم بقاء اللي فيه الجنة والنعمة كبيرة للمؤمنين. قال الله تعالى: نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لماذا لا يجب أن نخاف من الموت في الإسلام؟ إيمان بالحياة بعد الموت. الإسلام كيعلمنا أن الموت ماشي نهاية، ولكن بداية حياة أبدية. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالجنة اللي هي دار السلام بالراحة. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. فاش كتعرف أن الموت غادي يديك لعالم أحسن، الخوف كيولي مجرد شعور مؤقت وكتبدا تفكر في المكافأة اللي كتسناك. الاعتماد على الله في الرزق. كثير من الناس كيخافوا من الموت بسبب الخوف من فقدان الأهل أو الرزق، ولكن الله عز وجل كيقول لنا كتابه العزيز أن الرزق ديالنا وديال الأولاد ديالنا. قال الله تعالى: دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الجنة هي المكافأة، الجنة هي الهدف الكبير لكل مسلم، وهي مكان اللي فيه نعيم أبدي. الإسلام كيحفزنا باش نعيشوا حياتنا بطريقة اللي ترضي الله عز وجل.